أي ورقة سرية وقعها شنقريحة في فرنسا. شنقريحة غادي يكون وقع صفقة ديال الأسلحة، وقد يكون توافق مع فرنسا باش ما تبيعش للمغرب قطع الغيار. هذه حقيقة، لأن في الوقت الذي تبحث فيه الجزائر عن سلاح جديد بعد، لأنها أولا ما المنتظر بالنسبة أن الروس دابا مشغولين بالحرب ديالهم، الروس هي مشغولة بحربها. قطع الغيار لن تستفيد منه الجزائر، الذخيرة لن تستفيد منها الجزائر، المكونين والمدربين الخبراء ديال روسيا لن تستفيد منها الجزائر في هذه اللحظة وفي هذه الظرفية، لأن روسيا مشغولة بحربها. وبالتالي فإن السلاح الذي تحوزه الجزائر هو سلاح غير صالح، لأن قذيفة واحدة وستكون بين يدي الجزائر جهاز بدون ذخيرة. وبالتالي فإن الجزائر التي رفعت من الميزانية من 9 إلى 18 تريد سلاحا جديدا، تريد سوقا تشتري منه الأسلحة وتضمن الذخيرة، لأنها على يقين الآن أن الذخيرة الروسية غير موجودة، وأن قطع الغيار للأسلحة ديالها غير موجودة، وأن المدربين الروس مشغولين في إطار الحرب ديالهم. إذا قد تكون هذه الظرفية هي لو أن المغرب يبحث عن حرب مع الجزائر، فإنه لن يجد من مناسبة ومن فرصة أفضل وأحسن من هذا الوقت، لأن السلاح الجزائري سيبقى دون ذخيرة، والسلاح الجزائري سيبقى دون استعمال، وأن الجزائريين لن يجدوا مدربين روس، لأن الروس منشغلة بحربها على أوكرانيا، منشغلة بحربها مع الغرب. وإنه لو أن المغرب معتدي، ولو أن المغرب ظالم، ما فوت على نفسه فرصة القبض والانقباض على الجزائر في هذه اللحظة، لأن الجزائر ستكون في هذه اللحظة بمثابة جندي غير مدجج بالأسلحة، وكالجندي كالمدني عزل. ولكن المغرب لا يريد حربا مع الجزائر، لأن المغرب وصل مرتبة عالية في البناء وفي التنمية وفي الحقوق وفي المدنية، ولا يريد أن ينتكس ولا يريد أن يرجع إلى الوراء. المغرب يرى أنه دولة صاعدة، يرى أنه قوة إقليمية لا يزحزحه أحد في المنطقة، ولا يريد أن يعطي الفرصة للجزائر لينغص على شعبه وليفوت على نفسه هذه الفرصة، لأنه الآن المغرب يتنافس مع الكبار. المغرب يتنافس مع الكبار، ولو كان يبحث عن فرصة فإنه هذه اللحظة هي اللحظة التاريخية، هي اللحظة المثالية، ولكن ليست مضمونة، لأنها ستنتقل بالمنطقة المغاربية إلى مجال لحرب بالوكالة، ولربما إلى حرب عالمية ثالثة.